والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. شوف أول ما جينا على الأحاديث بقى تشم نفسك بقى، ها؟ كلام النظري ده بيبقى إيه؟ ممكن فيه تقل شوية، صعوبة شوية، بس دي المقدمات بتضبط لك الباب كويس قوي. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قول لنا تعرف إيه عن أبو هريرة؟ فاكهة المجلس هو الكلام عن الصحابة. ها؟ تعرف إيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه؟ وأكثر ما روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. 5000. أحسنت. راوية الإسلام أكثر من روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إيه تاني تعرفوا عن أبو هريرة؟ كان عنده هرة ولقب بها واشتهر بكنيته. الكنية اللي هي أبو أمها، أبو هريرة اشتهر بكنيته رضي الله عنه وأرضاه. إنما اسمه إيه؟ تعرف اسمه؟ شوف طغت الكنية على اسم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، حتى صار لا يعرفه إلا القليل بإيه؟ باسمه رضي الله عنه وارضاه. اشتهر بالكنية حتى طغت على اسمه. اسمه عبد الرحمن بن إيه؟ ابن صخر رضي الله عنه وارضاه. وسبب إن أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه راوية الإسلام وأكثر من روى أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إيه هو؟ كويس. اولا لزم النبي صلى الله عليه وسلم، ملازمة للنبي، وهو قال كده لما الناس قالت اكثر ابو هريرة اكثر ابو هريرة، فقال ان الناس يقولون اكثر ابو هريرة، ووالله اني كنت الزم النبي على شبع بطني، على شبع بطني، على قد بس اللي ايه يكفيني. أما المهاجرون والأنصار فشغلهم الصفق في الأسواق، اشتغلوا في الدنيا وانشغلوا في أمور الدنيا. إنما أنا ما انشغلت بالدنيا، إنما لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على شبع بطني، على شبع بطني رضي الله عنه وأرضاه. لذلك حديثه لما كان أصابه الجوع الشديد ويمر عليه أبو بكر ويمر عليه عمر ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر النبي في وجهه فيعلم النبي ما في وجهه، حتى بيقول أبو هريرة كدت أن أصرع من إيه؟ من شدة الجوع. شايف العلم عايز إيه؟ العلم عايز تفريغ وقت، مش ساعة في الأسبوع. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لازم النبي صلى الله عليه وسلم مش ساعة في الأسبوع ولا ساعتين ولا يوم، ده لازم النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما جاء سنة 7 هجرية في خيبر، عام خيبر، إلى أن مات النبي عليه السلام. متخيل؟ 3 سنين ويزيد. لازم النبي على شبع بطنه. وشوف حاله في الجوع، حاله في الجوع عامل ازاي؟ يقول كدت ان اصرع، ممكن يغمى عليا من شدة الايه؟ من شدة الجوع. تارك تجارات، تارك الزرع، الانصار فيهم زرع، اهل زرع، تجارات المهاجرين اهل تجارة، هو ما شغله هذا، سمع ما لم يسمعوه. عشان كده لما بيقول أكثره قال لم يشغلني الصفق في الأسواق ولا الحرث فكنت أسمع ولا يسمعون. لما هتعطي أكثر للعلم كل ما هيبقى إيه؟ كل ما هتسمع أكثر، وكل ما هيزيد تحصيلك أكثر للإيه؟ تحصيلك أكثر للعلم. فاجتهد في هذا. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه وهو يكاد أنه يصرع رضي الله عنه وارضاه، فقال له النبي أبا هر، فقلت لبيك يا رسول الله، قال اتبعني. فتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عند بيت النبي فوجد شربة من اللبن، قدح فيه شربة من اللبن، قليل من اللبن، فظن أبو هريرة أن هذا هيكون من نصيبه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبا هر، قال لبيك. قال ادعوا لي أهل الصفة، فقراء الصحابة اللي موجودين في المسجد، ادعوا لي إيه؟ أهل الصفة، فقراء الصحابة في المسجد. قال أبو هريرة فقلت أنا أولى بهذا من أهل الصفة، إن أنا أخذ اللبن ده أنا أولى. قال فكرهت أن أخالف النبي. اسمع الكلمة، قال فما كان من طاعة رسول الله بد. ما فيش مفر من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان من طاعة رسول الله بد حتى مع الجوع. طب ما كان ممكن يقول يا رسول الله أنا جعان، أنا محتاج، أنا أشرب أنا اللبن، إنما لا. شوف بقى بركة امتثال النبي أو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره. ذهب فدعا أهل الصفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقهم كمان،
انت اللي هتشربهم كمان. حديث في البخاري. فجعل يسقيهم. النبي يعطي له درس. طاعة النبي فيها البركة، الإيثار فيه البركة. فلما شرب الناس كلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم له اشرب. بركة وآية من آيات النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم. فاكر لما كنا بنتكلم عن جابر في الأيمان والنذور؟ فاكر؟ بركة في الطعام، بركة عند سداد الدين. فاكر الكلام؟ بركة في اللبن. فقال بعدما شرب الناس، وهي أصلا في الأصل شربة واحدة، لقحة من اللبن، فقال اشرب فشرب حتى قال أبو هريرة والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك. مفيش، خلاص امتلأت، مفيش مسلك لهذا اللبن حتى أشربه. هذه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة الإيثار والإنفاق. تنفق ربنا ينفق عليك، يبارك لك في هذا الطعام. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه من أسباب سعة علمه أيضا بخلاف ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول أبو هريرة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم علي يوما وأنا جالس مع 2 من الصحابة، فخرج النبي فقال: ماذا تفعلون؟ قلنا: كل واحد يدعو بدعوة. ودي من السنة ان احنا نقعد يلا كل واحد ندعي ونأمن، بدل ما مجلسنا فيها الغيبة والنميمة، لا، نجلس ندعو ويؤمن كل واحد، لعل واحد يكون مستجاب الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا. قال: فدعا صاحبي الأول والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، ثم دعا الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، ثم جاء الدور على أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سأل صاحباي وأسألك علما لا ينسى. شايف الذكاء في الدعاء؟ مش عايز يضيع نصيبه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه. أسألك كما سأل صاحبيه وأسألك علما لا ينسى. خلي عندك جوامع الكلم في الدعاء. أحسن دعاء أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بتقعد توزع أدعية كده مخترعة. أحسن الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. شوف لما النبي بيعلم الرجل الكنز، دعاء الكنز، علمه عارف دعاء الكنز؟ إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، أسألك من خير ما تعلم وأستغفرك لما تعلم، أعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. دي كنز، النبي قال له كنز، دي كنز بالذهب والفضة، زي كنز الذهب والفضة، أحسن منه. إذا اكتنز الناس الذهب والفضة اكتنز أنت هذه الكلمة. شوف النبي هو بيدعي: أسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم، الغنيمة من كل بر، الفوز بالجنة والنجاة من النار. شايف جوامع الكلم؟ موجبات الرحمة، موجبات الرحمة بأبوابها كلها. أسألك كلمة واحدة: موجبات رحمتك. كل اللي يؤدي إلى رحمتك أسألك أن توفقني إليه. وعزائم مغفرتك، كل ما يؤدي إلى مغفرة ذنبي أسألك العزيمة عليه. شايف الدعوة عاملة إزاي؟ موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم، كل الآثام أسألك أن تجعل بيني وبينها وقاية تسلمني منها، والغنيمة من كل بر، أعمل كل الطاعات، كل الأعمال البر كلها، وأغنم الأجر منها. شايف الدعوة النبوية كيف هي؟ شايف الدعوة النبوية؟ شوف الصحابة ماذا كانوا يدعون: أسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد. شايف الجوامع في الدعاء؟ احرص على ده، احرص على ده. عشان كده لما سمع الصحابي ابنه بيدعو يقول: أسألك الجنة وأسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، فقال له: أي بني محدث، إنه قد بلغني عن رسول الله أنه قال أنه سيكون أناس يعتدون في الدعاء، بتعتدي في الدعاء،
اسأل الله الجنة، فإنك إن سألت الله الجنة أوتيتها وما فيها، واستعذ بالله من النار فإن أجارك منها أجارك وما فيها. عارف انت الناس اللي بتقعد تبتدع في الدعاء، ده اسمه اعتداء في الدعاء. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، أسألك الجنة، ويقعد يفصل في الجنة. أي بني محدث، عليك بجوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك الفوز بالجنة والنجاة من والنجاة من النار. فابو هريرة عمل كده جوامع. أسألك مثل ما سأل صاحباي بس، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي آمين. فقال صاحباه وإنا نسألك يا رسول الله أن تدع الله لنا بعلم لا ينسى. اشمعنى ابو هريرة يسبق بالدعوة دي؟ فقال النبي سبقكم بها الغلام الدوسي، لأنه من قبيل الدوس أبو هريرة. سبقكم بها الغلام الدوسي. لذلك أبو هريرة من أسباب سعة علمه رضي الله عنه وأرضاه هي دعوة النبي هذه علما لا ينسى، ورزق العلم الذي لا ينسى. ومن أسباب سعة علمه أيضا هو ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في المرة المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.